حول كل هذه المستجدات على الساحة الداخلية يسعدني أن أدير لقاء حواريا صباحيا مع ضيف عزيز هو الأستاذ دافيد عيسى الكاتب السياسي. صباح الخير أستاذ دافيد، أهلا فيك. شكرا لحضورك بيناتنا. اعتقدنا أن وليد بيك وحده كان الجريء على إجراء مراجعة ذاتية واعتراف بأخطاء واعتذار، لكن دولة الرئيس سعد الحريري فاجأ اليوم الوسط السياسي الإعلامي وحتى القاعدة الشعبية بكلامه إلى صحيفة الشرق الأوسط، يعترف بأخطاء مست الشعب السوري، مست سوريا والعلاقة مع هذه الدولة. يقول: عندما أذهب إلى سوريا أذهب إلى مكان أشعر فيه بالأخوة والراحة. تحدث عن شهود الزور للمرة الأولى. ما الذي دفع دولة الرئيس سعد الحريري إلى هذه المراجعة؟ أنا بخالفك الرأي إنه دولة الرئيس سعد الحريري عمل مراجعة هلأ. أنا بتصور المراجعة انعملت عند قيامه بأول زيارة منذ حوالي تقريبا سنة يمكن أو أقل شوي. يعني أول زيارة قام فيها سعد الحريري. لم يكن لسعد الحريري نجل الشهيد رفيق الحريري أن يزور سوريا في ذاك الوقت بعد كل ما قيل من كلام فوق سطوح عن سوريا، لو لم يكن مقتنعا بما قاله اليوم. يعني أنا ما بعتقد ولا لحظة أنه سعد الحريري كان ممكن يزور سوريا لو في بخلفية راسه بعد أي شك أنه سوريا هي المتورطة بقتل والده. بس ولا يوم كان حديثه قاطعا إلى هذا الحد. يعني طبعا العلاقة الجيدة، يعني طبعا بالحياة السياسي إنسان بالآخر. الحقيقة السياسي مثلك بيشعر بقرب من الناس، بيحب شخص، بيكره شخص. العلاقة اللي صارت بين الرئيس الأسد والرئيس الحريري، العلاقة، الكلام اللي صار بيناتهم، الحديث اللي صار بينهم، عمل هيدي العلاقة ثبتت له بعقله للرئيس سعد الحريري أكثر فأكثر إنه ما قيل في السابق كان اتهاما سياسيا. على كل حال يمكن أنا والعديد من الناس كنا نقول هذا الكلام من زمان، إنه الاتهام لسوريا بوقتها كان اتهام سياسي، كون إنه سوريا كانت مسؤولة عن أمن لبنان، إنه مش ممكن يصير عملية أو شيء بلبنان بدون علم سوريا. ما كان حدا عنده إثباتات، كان إلا مثل ما قال اليوم الرئيس الحريري إنه شهود الزور اللي خربوا الدنيا واللي عطوا شهادات كذبوا. وكنا أنا مثلا أنا بالزمان أنا أول واحد قلت على التلفزيون، وعندك كنت يمكن عندك وقت حكيت عن زهير صديق إنه إنسان نصاب، إنه كيف بياخدوا بقول هيك رجال، يعني من شكله بتعرفي إنه كذاب. يعني كان عندنا شعور إنه في بعض الشهود كانوا كذابين. هلا ما كان عندنا دلائل قاطعة لحتى نقول هذا الكلام، بس أكيد سعد الحريري ابن الشهيد رفيق الحريري لا يقول ما قاله اليوم هو على ثقة إنه كان هو والمجموعة اللي معه تتهم سوريا سياسيا، وإنه شهود الزور ضللون وأخذون على محل ما كان مهن بانتظار. خلينا نحكي الأمور بشفافية وبوضوح وبصدق، ونشرح الواقع اللي حدث منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري. مما لا شك فيه أنه استشهاد الرئيس الحريري كان زلزالا كبيرا. ما حدا كان، يعني لبنان شهد زلزال كبير على هول هذا ما حدث نهاره. ما عاد للعقل مكان، صارت العاطفة والقلب هن اللي حكيوا نهاره. أكيد أنه الوجود السوري خلال فترة الوصاية اللي عشنا فيها بلبنان، اللبنانيين ما كانوا كتير حبينا، ما كانوا أبدا حبينا. في قسم ما كان كتير حببها، كان يجاهر ويقول. في قسم ما كان يحبها بس كان كابت ما عم بيحكي.
وفي قسم مش فارقة معه. لا، في قسم كان لاصق نفسه بهذا الوجود يعني هودي المنتفعين، هؤلاء أن المنتفعين اللي كانوا بيعملوا وزراء ونواب بيستفيدوا ماليا وتجاريا من السوريين كانوا يعملوا صفقات معهم يعني. هلا وقت اللي استشهد الرئيس الحريري وطلع هذا الجو السياسي حول سوريا، صار في انجراف عاطفي، الناس جرفت عاطفيا بهذا الاتجاه. أنا بقول أنه الأخطاء، حصل أخطاء كتير منذ استشهاد الرئيس الحريري واليوم، وكذلك من سنة 92 لحين استشهاد الرئيس الحريري صار في أخطاء كتير كبيرة من سوريا بحق لبنان. اعترف بذلك الرئيس. ما هذا اللي عم بقول لك. ونحن ربما أخطأنا بحق سوريا من سنة 2005 لحتى اليوم. بقى خلينا ننسى هذا الماضي ونفتح صفحة جديدة. يعني مجرد ما طلع الرئيس الحريري على سوريا وفتح هذه الصفحة مع الرئيس بشار الأسد، وما قام به رئيس جمهورية الرئيس ميشيل سليمان من تحسين وتطوير هذه العلاقة منذ وصولي إلى سدة الرئاسة وحتى اليوم، يجب استثماره. ما بقى نحكي فيها بقى. يعني أنا بقول نحن غلطنا بحقهم وهن غلطوا بحقنا. أنا من الناس اللي عندهم قناعة أنه يجب عدم التحدث بموضوع المحكمة الدولية. أنا ضد. إذا الرئيس الحريري حكي فيها أنا ضد، وإذا السيد حسن حكي فيها أنا ضد، وإذا مين ما كان حكي فيها. خلينا يتركوها المحكمة، يتركوها. عيب بقى ما بيصير بعد المهزلة اللي شفناها خلال المرحلة الماضية. تركوها المحكمة وتركوه يحكم للزخي بكرة على ضوء الحكم اللي بيصدر. ما الناس أصبحت كلها مسيسة. أنا أكيد أنه ما في حدا بلبنان رح يقبل بقرار ظني ما يكون مبني على وقائع وعلى أدلة دامغة. ما بقى في لا بالمار اليوم قادر يعمل ملس، ولا بالمار اليوم قادر يغلط الأخطاء اللي صارت بالسابق، لأنه اليوم عيون اللبنانيين كلها متوجهة على هذا الموضوع. وصار في خطأ قبل. بالمار بخاف يغلط، بالمار عم بيشتغل بحرفية. لاحظي ما صدر عنه ولا تصريح، ما حكي كلام، ما اتهم حدا، ما قال أنا عندي ولا كلمة، على رغم الضجيج والصريخ اللي بتسمعيه كل يوم حول موضوع المحكمة الدولية. بس فجأة أطل بحديث صحفي لموقعنا ولبنان. شو قال فيه؟ شو قال فيه؟ قال ما في قرار ظني الآن، القرار الظني مؤجل إلى وقت قريب، لم يحرر بعد القرار الظني، إذا حرر لن يكون إلا مستندا إلى أدلة دامغة. بعدين شو قال؟ إلنا فترة عم نحكي القرار الظني سيصدر بأيلول. هو قال. ما هو لماذا صمت كل هذه الفترة؟ لماذا اختار من يومين فقط أن يتحدث بأنه ما في قرار ظني بأيلول؟ بأول أيلول أطل يقول لا قرار ظني. أنا ماني عم دافع عن المحكمة الدولية. أنا عم بقول إنه أنا بسمع كلام اللي بيقولوا بالمار. أنا ما بيهمني لا كلام الرئيس الحريري ولا كلام السيد حسن نصر. عم بيحكوا بالسياسة، هن يستفلوا بالسياسة. أنا مش هاسمع له. أنا بدي أسمع مطرح ما بدي أسمع الجواب هو المدعي العام القاضي بالمار. أنا بسمع منه شو بكرة بيقول هو، أنا رح أسمع منه، لأنه أنا هيدا الحديث السياسي ما بيهمني شو قالوا إلنا وقلت له قال لي هيدا شو عم بيفيد البلد. عم بيزيد التوتر بالبلد وعم بيزيد الاحتئام بالبلد وكل يوم مشكل بالبلد. ليش عم نعمل هيك؟ أنا عم بقول لك شغلة. لأول مرة يمكن من حظ اللبنانيين انه كل المحيط لا يريد حرب للبنان، وعم بيسارعوا فورا بس يحسوا انه في حريق هيدا دغري لا يطفوه، لانه هذه المرة ستمتد الى كل البلدان العربية. لا سمح الله. لا سمح الله. انا بتصور انه يعني مع احترامي للاستاذ وليد جنبلاط انه ما بتصور انه هناك هالحدة الكبيرة بين انه منه بحاجة رئيس الوزراء انه يكون في
حدا يفوت على الخط يعني لحتى يظبط الوضع. ما هو تم الاتصال فورا بوليد جنبلاط. مين اتصل فيه؟ شيخ سعد الحريري صار في اتصال عاتبوا لوليد بيك انه لماذا سمحت السيد ذهب بعيدا بالحديث عن الملح على السكين والسكين في الجرح. ليش السيد استأذن وليد جنبلاط قال له شو بده يحكي؟ لا بس يمكن بطريقة غير مباشرة، انه ربما لم يرفع الهاتف مباشرة بين دولة الرئيس وسمحت السيد للعتاب، صار في عتاب عبر وليد بيك. ليكي انا الحقيقة انا ما بعرف شو المؤثر اللي عنده اياه وليد جنبلاط عند حزب الله، وما بعرف قديش مصداقية وليد بيك كبيرة عند حزب الله، ما بعرف يعني ما عم فوت بقضايا وما بعرف قد ايه حزب الله يعني بياخدوا بحديث وليد جنبلاط ولا ما بياخدوا فيه ولا بيصدقوه ولا ما بيصدقوه ولا انه هلا ما عندي علم. هذا تشكيك ضمني يعني انا كلبناني بقول لك انه يعني بعد كل التجارب انا حذر من وليد بيك، يعني انه بكل يعني انا حذر منه، ما بعرف شو بده، ما بتعرفي كيف يعني يذهب الى اقصى اليمين ثم يذهب الى اقصى اليسار. ومن في لبنان لم يذهب الى اقصى اليمين ثم عاد الى اقصى اليسار؟ لا انا مثلا بقول لك ب 14 اذار وقت اللي نزلوا على ما حدا على السقف مثل وليد جنبلاط. كانوا كلهم في صقور، كانوا ما حدا على السقف، اللي ما حدا حكي الكلام اللي حكي وليد جنبلاط، ومن ثم عند الاستدارة او هيدا رجع حكي كلام غير كلام ويعني كلام مأذي لحلفائه السابقين. هلا انا ماني عم بحاسبه، بس انا عم بقول انا كلبناني براقب، انا ما كثير يعني ما كثير بوثق باللي بيقوله وليد جنبلاط، ما بيطمني وليد جنبلاط، يعني منه هالكلام الثقة اللي بيحيلي بالثقة. بس عم بيهدى دائما أدوار على الساحة الداخلية، ما عنده حيثية برأيك وليد بيك اليوم؟ طبعا عنده حيثية، زعيم كبير طبعا وليد جنبلاط زعيم كبير، ولكن أنا عم بحكي بالسياسي. ما يمكن أنا عقلي ما بيستوعب أو ما بفهم يعني السياسي اللي بيشتغلها وليد جنبلاط، بس أنا بعتبر إنه السياسة يعني مش ضروري الإنسان يروح إلى أقصى التطرف، يرجع يروح إلى أقصى الاعتدال. ما يعني أنا من كلامك أنه ما تحدث به دولة الرئيس سعد الحريري درس اليوم إلى جميع الأفرقاء السياسيين، ما تعلوا السقف السياسي الخطابي كتير حتى لا تضطروا إلى الاعتذار والتصحيح وخفض السقف، يعني انه بلحظة بنسمع لغة سكاكين، تاني يوم بنرجع مودة وحب وتبادل اعتذارات ولقاءات. طب لماذا ذهبنا الى السكاكين حتى نضطر في الاعلام للعودة الى تبادل القبولات؟ لكن في موضوع ما بعرف اذا بعض السياسيين يا اما ما عم بيفهموه يا اما عم بيحاولوا ما يفهموه، يا اما انه بالاخر شو بدهم من سعد الحريري، انه يقول لهم انه بي زحط ولا كهرب ولا كان عم يلعب بالفرد طلع فيه، يعني مش ماني فهمان انه زلمه ميت بيه. طيب زلمه ما عم بيقول شيء، عم بيقول انا بدي اعرف مين قتل لي بي، يعني منه ما عم بيطلب شيء كبير. طيب بعض الاحيان يعني بيطلع بشوف بيه رجل عظيم راح هيك، انه هالزلمه ممنوع يقول ممنوع يقول انا موجوع. ما بفهم يعني انه سكين وملح وما بعرف شو، انه ليش وين السكين وين الملح؟ انه السيد حسن هو اكثر واحد لازم يفهم معنى الشهاده. السيد حسن فقد ابنه وبيعرف ما معنى ان يفقد انسان عزيزا. هلا انه ما كمان بده يعني عم بيحاولوا وكانه يحسسوه لسعد الحريري. انا بتصور انفعاله لسعد الحريري في بعض الاحيان وخروجه عن طوره لانه عم بيحسسوه لسعد الحريري انه خي انت ميت برغشي عندك، عشو قايم لقياني، عشو عامل هيك.